5 أخوة قعدوا على طاولة وحدة لحتى يتعشوا سوا. بعد أقل من نص ساعة الخمسة فارقوا الحياة بطريقة غامضة جدا وبدون أي أثر يدل كيف ماتوا. والأغرب إنه الشخص اللي الكل كان مفكر إنه مات معهم كان هو العقل المدبر لكل شيء. ما رح أطول بالمقدمة أكتر، تذكروا القصة حقيقية ولكن الأسماء من وحي الخيال لحفظ الخصوصية. ولا تنسوا تكشكشوا لنا الفيديو بكتير لايكات. ويلا نبدأ. بشهر شباط سنة 1962 بفندق صغير يعتبر الفندق الوحيد بقرية قريبة من دير الزور. الساعة كانت تقريبا 11 بالليل و5 أشخاص قاعدين على طاولة وحدة يتعشوا ويضحكوا وكأنه الدنيا بألف خير. لكن فجأة صرخة قوية هزت المكان كله. عمال الفندق ركضوا بسرعة ليشوفوا عماد أكبر الأخوة واقع على وجهه فوق الطاولة وما عم يتحرك أبدا. ولسه الكل مصدوم. أخوه رضا مسك بطنه ووقع على الأرض وهو عم يصرخ من الوجع. بلحظات أخواتهم البنات الثلاثة يلي كانوا معهم بلشوا يصرخوا بنفس الطريقة وحدة ورا الثانية وكأنه في شي عم يقطع بطونهم من جوا. المشهد كان مرعب، 5 أشخاص عم يتلووا من الألم وما في أي حدا فاهم شو يلي عم بيصير. وصل الإسعاف بعد فترة لكن الوقت كان متأخر. ال5 أخوة ماتوا كلهم قبل ما يوصلوا على المستشفى. الشرطة بالبداية شكت إن حالة تسمم جماعي، خصوصي بعد ما عرفوا إنه الضحايا كلهم أخوة من عائلة الصفتي، وهي عائلة غنية ومعروفة وهن أصحاب الفندق نفسه. لكن التحقيق صار أغرب وأغرب لأنه التحاليل أثبتت إنه السم موجود بمادة ما بتدوب إلا بالسوائل. بس الغريب كل الأكل والعصير يلي كان على الطاولة كان نظيف وما في أي أثر للسم. هون بلشت الشكوك تكبر. الشرطة اكتشفت إنه الفندق كان مسكر من شهور وكل الموظفين الجدد تم توظيفهم قبل الواقعة بيومين بس عن طريق رسائل غامضة. أما عماد الأخ الأكبر فقصته كانت أغرب من الكل. كان مختفي من شهور بعد ما رفع دعوى حجر صحي على أبوه لحتى يقسم الورثة وهو لسه عايش، وهي الصدمة كانت السبب بموت الأب من قهره. ومن وقتها اختفى عماد تماما وفجأة رجع بنفس ليلة العشاء. الكل صار يشك إنه عماد وراه سر كبير، ولكن المشكلة إنه هو أول شخص مات بالواقعة. ومع استمرار التحقيق اكتشفوا معلومة خطيرة. قبل موت عماد بفترة عماد باع كل أملاكه وحصته بالفندق لبنت اسمها أمل، موظفة الاستقبال اللي هو كان على علاقة سرية معه. أمل بالبداية أنكرت أي شيء، لكن تناقض كلامها خلى الشرطة تشك فيها أكتر وأكتر. وعلى الرغم من ضغطهم عليها ما قدروا يوصلوا لأي معلومة مفيدة. وبينما القضية كانت رح تتسكر ضد مجهول، وصل بلاغ قلب كل شيء رأسا على عقب. امرأة اسمها ناهد بلغت عن اختفاء زوجها فارس من 4 شهور، وفارس كان نصاب محترف. الشرطة لما حققت بالماضي تبعه اكتشفت الصدمة. فارس هو الشخص اللي بعت رسائل التوظيف لموظفين الفندق. هون بلشت الخيوط تتجمع، وبعد تفتيش مكتب رضا الأخ الأصغر الشرطة لقت رسالة من عماد فيها تفاصيل غريبة عن بن برازيلي مخصوص لازم ينشرب بالعزومة. ومن هون انكشف السر الحقيقي. عماد ما كان ميت أصلا، الشخص يلي مات مكانه على الطاولة كان فارس. أما عماد فكان مزور هويته وحاطط بطاقته مع فارس لحتى الكل يعتقد انه مات مع اخواته. الخطة كانت شيطانية باحتراف. عماد اتفق مع فارس يجيب كيس بن مسموم للفندق ويقنع رضا انه يعمل القهوة منه، وبنفس الوقت اتأكد انه ما يكون في اي نوع بن تاني بالفندق حتى الكل يضطر يشرب من نفس القهوة. لكن فارس نفسه اضطر يشرب معهم لما كان عم يخبرهم عن سبب غياب أخوهم عماد عن العزيمة، ومات بالغلط. أما عماد فكان ناوي يختفي بعد الجريمة ويبيع كل الأملاك ويهرب مع أمل لبرا البلد ويبدأ حياة جديدة. لكن الحقيقة بالنهاية طلعت،
والشرطة قدرت تقبض عليه بعد مراقبة شقة أمل لما شافوه داخل لعندها بالسر واعترف بكل شيء. أوقات أكبر كارثة مو إنه الإنسان يكون شرير، الكارثة الحقيقية لما يقنع حاله إنه اللي عم يعمله حقه، لأنه وقتها الضمير بيسكت وكل شيء بيصير مبرر، حتى القتل والخيانة. ودمتم في رعاية الرحمن، والسلام علينا وعليكم. بنشوفكم في القصة القادمة.